يا مساء الهنا عليكم، مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عملنا كفته الحاتي، احلى واجمل كفته ممكن تاكلوها. تحفه وريحتها جميله جدا 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 ومضمونه 100%، ولا هتفك معاكي ولا هتفتت، وقوامها جميل جدا. بصوا 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 كمان، بصوا بصوا متماسكه ازاي ومن جوه عامله ازاي. اجمل كفته حاتي وريحتها خطيره، ريحتها خطيره. كفته الحاتي واحلى من بره وشكلها تحفه ازاي. يلا اعملوا لي لايك للفيديو ده، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، واستنوني في فيديو جديد، ويلا نشوف الطريقه مع بعض. بصوا بقى الجمال والحلاوه والريحه، بصوا والله العظيم الريحه جنان، الريحه كانت تحفه حرفيا، كانت خطيره. خلاص بقى نبطل نشتري من بره ولا حواوشي ولا كفته، ونخلينا في الاكل البيتي اطعم واحلى بكتير قوي. الريحه كمان بجد عجبتني وابهرتني، الريحه كانت خطيره بجد. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، ولا دهون بقى احنا مش عارفين مصدرها ولا اي حاجه. برضو جبت كيلو الا ربع من اللحمه عشان تطلع معاكي حلوه بقى، والريحه والطعم يشدك زي كفته الحاتي بالظبط اللي بتجيبها من بره، بس هيبقى الطعم احلى كمان. والله حرفيا الطعم كان احلى حرفيا. هتحطي فيها دوش بعد ما يعمل لك اللحمه، يفرمها لك. قبل ما يفرمها وتقول له حته لحمه حمراء، هتحطي فيها دوش. دوش دهنة دوش مش البوش، دهن دوش. حطيت فيها كده معلقه برضو من البيكنج باودر، وتبلتها بملح وفلفل وكمون، ربع معلقه توم باودر، ربع معلقه بصل باودر، وحطيت معلقه كبيره، معلقه يعني من البيكنج باودر. خلاص، فلما تفرميها عند الجزار قولي له حط لي فيها دهنه من الدوش، ما بيشلبنش ابدا في البق. طعمه والريحه وانت بتشويها او وانت بتعمليها خطيره، الريحه خيال. خلاص عجنت كله، انت بتفضلي على قد ما تقدري تقعدي تعجني فيها وتدخلي كل التوابل في بعض. كمان حطيت بصله وانا بفرمها. البصل في الكفته اختياري، ممكن تحطي قشر البصل بس والميه لا، ممكن تحطي البصله كلها، ممكن ما تحطيش بصل خالص. خلاص، وتعجني كده في كله في قلب بعضه. من الافضل طبعا انك تسيبيها ساعه كده ولا نص ساعه تتشمع، بس انا برضو عملت على طول عشان انجز في الوقت، عملتها على طول ما سبتهاش تتشمع. بس الافضل انك تخليها تتشمع، هتبقى اسهل واحلى معاكي. ولكن هي طلعت معايا بصراحه خطيره في الاخر بعد ما استوت، وما ما بتفتتش منك ولا اي حاجه. خلاص، دهنت الصينيه كده دهنه بسيطه جدا من الزيت، وصبعتها معايا، ما عنديش حاجه اصبع بيها، جبت المقوار بتاع البتنجان كده وقمت عاملاها بيه. خلاص نبطل بقى يا جماعه نشتري كفته من بره. في عندك مطاعم، اكيد الكل عارف ان في مطاعم بتبيع كفته رخيصه، والله اعلم برضو هي ايه، وفي مطاعم بتبيع كفته غاليه جدا، وبرضو اكيد الله اعلم هم عاملين فيها ايه. بيبقى الطعم حلو والريحه حلوه سواء الرخيصه او الغاليه، الاتنين بيبقى طعمهم حلو والاتنين بيبقى ريحتهم حلوه. بس برضو انت مش عارفه دي لحمه مستورده، لحمه برازيلي، لحمه ايه بالظبط، انت مش عارفه. حتى المطاعم الغاليه اللي الكفته فيها ب 600 جنيه كيلو، وفي مطاعم اغلى من كده بكتير كمان. المطاعم الغاليه هم عايزين يكسبوا 300%، يعني اكيد بيكسبوا 300% او اكتر كمان، يعني بيكسبوا بزياده عشان العمال والايجار والحاجات دي، فاكيد بيستخدموش لحمه بلدي. فانتي جايباها وضمناها من عند الجزار بلدي، هاتيها لحمه كبيره، مش عايزه تجيبيها صغيره هاتيها كبيره، طالما مش للاكل مش للسليق هاتيها لحمه كبيره. لحمه الجملي برضو بتبقى حلوه قوي قوي في الكفته. دي لحمه كبيره، الكيلو في اللحمه الكبيره بقى هنا ب 280 جنيه. فانت تجيبي اللي انت عايزاه بقى، كيلو ونص، ربع، نص، اللي انت عايزاه هاتيه على حسب طبعا كميتك وعلى حسب اللي عندك هتعملي. انا جبت كيلو الا ربع وصبعته زي ما انتم شايفين. والله اللهم بارك على الريحه وعلى الطعم، خطيره. واحلى حاجه انك بتاكلي الحاجه بقى وانت ضمناها جايه منين وازاي. بس كده.
لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لي لايك وحطي لي تعليق حلو كده من قلبك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. خلاص ما عدتش والله، طلعت كام صباع بس، هما ما شاء الله ما شاء الله كانوا حبه حلوين كده، والصباع لوحده في سندوتش كده لوحده حكايه يعني. خلاص يا جماعه، يبقى توابلها حطيت ملح وفلفل وكمون، ربع معلقه توم باودر، ربع معلقه بصل باودر، ما عنديش بابريكا، كنت عايزه احط بس عشان اللون بس، انما هو اللون زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو اللون كان حكايه. خلاص، وحطيت عليها معلقه بيكنج باودر او كيك شيف، اي حاجه رافعه يعني ان هي تنفخها شويه، او ما تخليهاش مكتومه، ما تكتمهاش بس. وعجنتها كويس جدا، انت ممكن تسيبيها تتشمع بيبقى احسن عشان تتصبع معاكي حلو. انا صبعتها على طول، وبرده استخدمت معايا زيت كده للدهن، وتصبعت معايا كويس جدا، ودخلتها الفرن، وطلعت زي ما انتم شايفين بالحلاوه والجمال ده والطعامه دي، ما شاء الله اللهم بارك. كانت اكله بسيطه ومشبعه جدا ومش مكلفه قوي. هتيجي تعملي اي اكل تاني، بيض بطاطس بتاع، برضو كل حاجه بتكلف، وكمان بتتعشي. احنا بنعمل الاكل ده وبنتعشاش. يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.